السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى جايين بالجديد، والجديد دايما شديد. جايين بقى يا جماعة نعمل حبة محشي بحتة لحمة كده ما شاء الله، يعني تستاهل بقكم والله. وهنعمل بقى التغديعة الجميلة جدا بالخلطة المميزة جدا بإذن الله بتاعة المحشي. ولا بقى الناس بقى تقعد تقول اصل المحشي ده صعب، اصل المحشي ده لا، والله العظيم سهل جدا وتعمل على طول. هنشوح بس دلوقتي معانا حتة اللحمة الحلوة اللي انتوا شفتوها ديت. هديها تشويح واديها صدمة من كل الجوانب. حطها ايه؟ حطها في معلقة سمنة، معلقة واحدة بس من السمنة، عشان كده كده اصلا اللحمة بتنزل نسبة الدهون اللي فيها. هديها تشويحة من كل الجوانب بحيث انها تاخد لون، ما يبقاش فيها اي لحمة لسه حمرا. وهحط معاها رشة فلفل اسود وورقتين لورا واتنين حبهان. وعدوا يا جماعه الحبهان اللي انتوا بتحطوه عشان تشيلوه باذن الله قبل ما تاكلوا، لان طبعا بيبقى طعمه صعب جدا تحت السنين. ومعلقه صغيره بس سكر هيتكرمل، وفي نفس الوقت هيساعد ان اللحمه تاخد التسويه بتاعتها اسرع باذن الله. وهديها صدمه من كل الجوانب لحد ما انتوا شايفين كده خدت لون من كل الجوانب. هديها كوبايه ميه سخنه بتغلي، تمام، علشان خاطر تساعد ان التسويه تتم معايا بسرعه. وهغطيها بقى واسيبها مع نفسها. في الوقت دوت هبدا ان شاء الله معاكم في التخديعه بتاعه المحشي. ديت معايا 3 بصلات متوسطين الحجم انا فرماهم في الكبه. ودي الطماطم كانت عندي اصلا في الفريزر، عشان كده شايفينها حتى متجمده. طبعا الكميات على حسب ما انتوا عايزين. احط كميه كده متوسطه من الزيت في الحله، واحط عليها البصل يتشوح. طبعا ما جبتلكوش كل المراحل بس عشان بياخد وقت شويه عقبال ما بيتشوح، لحد ما ياخد اللون الحلو قوي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا بقى احط الاضافات بتاعتي. معايا 2 مرقه دجاج، ومعايا معلقتين صغيرين من الكزبره اللي هي المطحونة، كزبرة اللي هي الناشفة بتاعتنا ديت، بس بنبقى طحننا. هحط معلقتين، بتدي طعم خطير، تحفة 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 للتغذية بتاعتنا، بتخليها في حتة تانية. هشوح بقى الماجي مع البصل مع الكزبرة، هتشوحهم تشويحة كويسة لحد لما ياخدوا لون كده جميل ومميز. وهنزل عليهم لحد ما ياخدوا لون ذهبي. انا مش عايزه البصله تغير لونها ولا بني ولا اي حاجه خالص عشان ما تديش مراره في الصلصه. هنزل بقى عليهم الطماطم اللي عندي. طبعا انت لو عندك طماطم فريش ما فيش مشكله، عندك طماطم متجمده برضو ما فيش مشكله. احط الطماطم بتاعتي على البصل واحط الملح بتاعي. انا الكميه ديت خدت مني 3 معالق صغيرين من الملح، وبتبقى مظبوطه جدا. طبعا كل واحد على حسب الملح ده حسب الذوق. وهرش رشه فلفل اسود ورشه كمون، بس مش هحط اكتر من كده. وهديها تقليبه، وهديها رشة بابريكا. البابريكا طبعا بتدي لون جميل جدا جدا للتغذية. هديها تقليبة واغطي عليها من وقت للتاني. هوريكم دلوقتي من وقت للتاني وانا بفتح هديها برضو تقليبة، بس خلي بالكم يا جماعة لان طبعا بتكون سخنة جدا، والفقاقيع اللي هي بتطلعها دي بتحرق الايد فظيع. انا مغطيه عليها سايباها على عين، وعلى العين التانية اللحمة شغالة زي ما انتوا شايفين. اللحمة يا جماعة انا مخليه النار بتاعتها يعني هادية، مايلة للمتوسط. من وقت للتاني هقلب واغطيها برضو. والتغذية اهو زي ما انتوا شايفين برضو من وقت للتاني ههدي النار خالص قبل ما افتح الغطا. ههدي النار خالص وبعدين افتح الغطا، اديها تقليبه وبعدين اغطي. افتح النار برضو نفس الكلام، اوطي النار خالص اديها تقليبه وبعدين اغطي. اما احس ان هي بدات تتسبك وبدات كميتها تقل، هديها معلقتين كبار من الصلصه اللي هي البرطمانات او 3 معالق على حسب ما انتوا طبعا ايه حابين. بس هي بتدي لون حلو جدا وبتدي طعم جميل برضو للصلصه، بصراحه بتخليها جميله. هغطي عليها بقى لحد لما تتسبك خالص. زي ما انتوا شايفين كده هي تقريبا قلت النص. دوت معايا كيس اللي هو ال11 بهار او ال7 بهارات، او لو انتوا عندكم بهارات مشكله او بهارات لحمه، يعني اي بهارات بتنفع وبتبقى جميله. بس في الاخر خالص، يعني في الاخر لما تحس ان الكميه بتاعه الصلصه تقريبا بقت النص. وفي نفس الوقت برضو على اللحمه هحط نفس الكيس اللي انتوا شفتوه من شويه اللي هو البهارات بتاع الكنور دي، كانت جميله جدا. هحطها برضو على اللحمه واديها تقليبه، وهسيب برضو اللحمه تستوي على قد ما تقدر لحد لما ايه اخلص التعديه بتاعتي خالص، لان طبعا انتوا عارفين اللحمه بتاخد وقت. ديت معايا خضره مشكله شبت وبقدونس وكزبره متقطعين مغسولين طبعا كويس جدا حوالي مرتين او 3، يتغسلوا كويس قوي يا جماعه ويتصفوا وبعدين يتقطعوا. دي ما شاء الله بصوا بقى التخديعه، بصوا اللون جميل والزيت كده مخليها بتلمع. وديت اللحمه بتاعتنا بعد ما شاء الله ما اتشوحت. طبعا يا جماعه برضو اللحمه ما تهروهاش قوي علشان خاطر هي لسه هتاخد تسويه تحت المحشي. احنا ان شاء الله هنسويها النهارده تحت المحشي. واللي ورا ده برطمانات الليمون الخطير المخلل، هسيب لكم ان شاء الله اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت باذن الله يا رب. ديت بقيه الخضره انا بشيلها في كيس واحطها في الفريزر عادي جدا. بطلعها وهي متجمده، يوم ما اعمل محشي تاني بطلعها وهي متجمده احطها على التخديعه.
بس ما بسيبهاش تفك، عشان لو فكت هتلاقوا لونها اغمق منكم. ده طبعا شكل التخديعه، بسم الله ما شاء الله لونها جميل جدا وطعمها جميل مظبوطه وحلوه جدا. دي معايا كميه من البتنجان والفلفل، واللي ورا دول هوريكم دلوقتي 3 حبات من الطماطم. انا بحب قوي الطماطم في المحشي بتبقى جميله. دوت الكميه بتاعت الرز، انا غسلاه ومصفياه كويس جدا. هحط كميه على قد التخديعه واقلب لحد ما اشوف اللون بتاعي يبقى مظبوط زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي باذن الله. احتجت ازود رز، لقيت التخديعه مثلا كتير ازود، ما احتجتش يبقى خلاص. عشان كده مش بحط كل الكميه بتاعه الرز مره واحده. بقلب التغذيه، بسم الله ما شاء الله يا جماعه، بصوا اللون تحفه. انا عايزه اقول لكم اصلا ان الكاميرا فعلا ظالمه اللون بتاع التغذيه. ديت نفس الحله اللي انا كنت بخدع فيها، انا بحب قوي اسوي في نفس الحله اللي كنت بخدع فيها. هرص من تحت اللحمه بتاعتي، القطع اللحمه اللي انا شوحتها، وهاجي بقى احشي معاكم البتنجان. هوريكم بس كده كام بتنجان. بصوا يا جماعه، بصوابعنا كده بس يا دوبك بسيط بدوس، ومش بكبس قوي البتنجان بتاعي. يعني انا مش بكبس قوي البتنجان وانا بعمله علشان خاطر يستوي كويس. معلش يا جماعه، عفوا ده صوت الجيران اللي حوالينا، معلش. تمام، انا هسوي البتنجان. ربنا يا رب يهدي الناس جميعا ويصلح حالنا جميعا، اللهم امين. هحط البتنجان، وبرده زي ما بقول لكم مش بكبس قوي فيه الرز علشان خاطر الرز بتاعي ما يخرجش مني بره، فيبقى فيه زيادات رز كتير من الطواره. بان عايزه اقول لكم اصلا ان الرز ده والله العظيم بيبقى طعمه زي العسل، بيبقى طعم اكتر من الرز اللي جوه المحشي اصلا. احنا عندنا بنحبه جدا الرز اللي هو المستوي اللي حوالين المحشي ده. اهو زي ما انتم شايفين انا هحشي البتنجان. طبعا هكمل بقيه الحلقه، اكيد مش هحشي كله قدامكم عشان الكميه تاخد مني وقت شويه. هرص الحله بتاعتي زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي معايا. حطيتها وحطيت الفلفل. دي بقى الطماطم، انا بقورها من جوه زي البتنجان، بشيل الرص اللي بتبقى من فوق وبقورها من جوه، وباخد التقوير بتاعها في طبق هوريهولكوا دلوقتي هعمل بيه ايه. او معايا 4 حبات من الطماطم، عايزه اقول لكم والله بيبقوا زي السكر. هاخد التقوير بتاع الطماطم برشه على الحله من فوق، بيدي طعم جميل وبيخلي الشوربه كده بيكون لونها محمر شويه. هنزل بقى بالشوربة بتاعتي. انا بحب الشوربة يدوبك تبقى لحد فوق نص الحلة بسنة، وهديها رشة من الزيت على الوش. الزيت ده بيعمل ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده بيخلي المحشي ما شاء الله بيلمع، بيخليه مفلفل وبيخليه زي الفل. لحد ما ابقى معليه طبعا النار، والشوربة اللي انا حطيتها كانت سخنة. هغطي بقى في الفترة دوت لحد ما انتوا تشوفوا المرحلة اللي احنا وصلنا لها دي. ههدي عليها لحد لما يستوي خالص. هياخد معايا تقريبا مثلا 35 دقيقة لساعة الا ربع على حسب الكمية اللي انت معاكي. اول بقى ما يستوي معايا هنطلع نفصل الفلفل والطماطم علشان خاطر دلوقتي ان شاء الله ايه نغرف مع بعض بقى حبة المحشي اللي زي العسل دول اللي استاهلوا بقكم. هنغرف المحشي بتاعنا وهنشوف بقى دلوقتي المحشي من تحت خد لسعة جميلة جدا. انا بعشق والله انا بقعد اكل الحبة المحشي الملسوعين دول واسيب بقية المحشي، لان فعلا بيبقى طعمهم طعم جدا وبيبقى تحفة. دوت الفلفل والطماطم برضو بيبقوا زي العسل. وبصوا بسم الله ما شاء الله يا جماعه، بصوا اللحمه واخده لون تحفه، والمحشي من جوه مستوي مش معجن، مفلفل وجميل. والله بصوا حبه محشي كده من الاخر، والتغذيه بتاعته مظبوطه. ان شاء الله تجربوا وتعجبكم ان شاء الله. استنوا مني كل جديد. واللي ما يعرفنيش انا لطيفه، ودي قناه اكلات لطيفه، واللي لسه ما عملش اشتراك يشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.